طب شايني وايت بقى من مدير تنفيذي لأكبر مركز لإعادة تأهيل، ده المسمى المظبوط بالظبط. طيب. DSO. مدير تنفيذي وأصغر أستاذ في جامعة عين شمس، تدريس وإدارة وشغل، الخلطة دي عملتها ازاي؟ الموضوع صعب جدا على فكرة، يعني مستحيل يكون سهل، مستحيل. عملت ده ازاي؟ كويس. انا اتخرجت 2005. فالحقيقه خلصت الماجستير بتاعي او ابتديت الماجستير بتاعي في 2007، لان دايما كانت اللائحه بتاعت الجامعات ان لازم تستنى سنتين، وانا كنت متضايق قوي ان انا مستني سنتين. في خلال السنتين دول خدت دبلومه بتاعه زراعه اسنان من امريكا. كنت بسافر، يمكن اول ما اتخرجت كان معايا عربيه بيجو 405 عملت بيها في اقل من 6 شهور 142,000 كيلو علشان كنت بسافر تقريبا يوم ويوم اسكندريه علشان اروح اعمل الحالات بتاعه الدبلومات دي في مركز الابحاث في سموحه. وبعدين ابتديت الماجستير بتاعي في 2007. كنت very committed ان انا اخلص الماجستير من 2007 لحد 2010. خلصت الماجستير بتاعي في 2010. تاني يوم ما خلصت الماجستير ابتديت في الدكتوراه. ويمكن موضوع الماجستير بتاعي كان ساعتها على أشعة مقطعية، ان احنا نعمل أشعة مقطعية الأسنان، وما كانش في مصر كلها أشعة مقطعية غير في مستشفى 57. فكنت بروح بعد ما بيخلصوا المرضى الساعة 4 الفجر اخش اعمل الأسنان بتاعتي في 57. تلاها بعد كده في 2010 ابتديت الدكتوراه، وكانت موضوع برضو يوفاري يونيك وموضوع فريد جدا ان انت تعمل إعادة زراعة أعصاب الأسنان. وكنا بنشتغل على كلاب، وبرضو بنشتغل في بيطري وبنروح نخدر الكلاب والساعة 4 الفجر، لدرجة كنا يعني بتقوم الدنيا ضلمة وتشتغل وتعمل حالات اللي بتاعه. وكان عندي برضو تقريبا حوالي 48 مريض بعمل لهم أطفال، بعمل لهم إعادة التروما والحاجات اللي هم خدوا خبطة وهم صغيرين والسن اللي ما كملتش، فدينا نعمل لهم إعادة. خلصت الدكتوراه بتاعتي في 2013. وبعدين ابتديت اركز في حته الاول، يعني فضلنا نمشي في الميديكال ازاي نبني الطب وخدمه، جوده الخدمه الطبيه. حلو. وبعدين لقيت ان جوده الخدمه الطبيه مش كافيه لوحدها. يعني انت محتاج ان انت تعمل كمان ما حول الخدمه الطبيه، الباراميديكال، اللي هو ازاي من اول الكول سنتر للريسبشن، للتمريض، للتعقيم، للرعايه، للادويه اللي بتتكتب، للمتابعه. فالمنظومه دي كانت محتاجه علم برضو. لقيت ان العلم بتاع الطب مش كافي، ان انا محتاج اتعلم اوبريشن او اداره اعمال واداره. وبعدين لقيت صراحه يعني في طبعا شهادات محترمه كتيره في مصر، بس يعني ما كانتش مناسبه للحجم اللي انا عايز اعمله. تعرف ده اللي شدني بقى يا دكتور وانا بذاكر حضرتك، ازاي وليه قررت انك تسافر بره علشان تاخد اداره اعمال وبرغم كل اللي حواليك؟ علشان انا كنت محتاج حاجه اسمها استراتيجي مانجمنت واوبريشن مانجمنت وماركتنج وبرايسنج، ازاي تسعر، ازاي تقدر تدمج خدمات طبيه علشان خاطر توصل لي اللي بنسميه الايديال بتاع. يمكن كنا بندرس التسعير مع الراجل اللي عمل booking.com في بتاع الاوتيلات واللي بيسعر، واللي عمل اوبر حاجه اسمها برايسنج الجوريزم. فابتدينا رحت لندن بزنس سكول علشان اخد ماجستير تنفيذي في اداره اعمال. طبعا it was very tough. انت كنت بتدرس تقريبا اون سايت تقريبا مونثلي حوالي 60 ساعه، واوف وريموتلي اونلاين حوالي 450 ساعه. فقعدت تقريبا حوالي سنتين. طبعا كان فيهم برضو كميه مذاكره مش طبيعيه، وده جنب شغلي في الجامعه وجنب شغلي في شايني وايت. يعني كان الموضوع طبعا very hectic. ويمكن كان بقى عصره كمان الحته بتاعت التعويم والحاجات بتاعت 22 اللي حصلت والكلام ده كله. طبعا كان في توربulence كتير في البيزنس. فطبعا يعني it was a tough experience، كانت صعبة، بس الحمد لله قدرنا نوصل ان احنا نعدل في المنظومة ونعمل الايديال، يعني اللي هو ايه المثالي في. طبعا احنا لسه بنطور. يعني انا دايما بقول ان المؤسسات زي الافراد، يعني ليها
كيرف تعليمي، فاهم، او مسار تعليمي. فالمؤسسه كل ما بتكبر وكل ما بتقعد مده اطول بتبتدي تنمو اكتر وتبقى عندها قدره اكتر على التعامل مع فاحنا على الليفل بتاع المريض احنا قدرنا نوصل ل ان يبقى عندنا البست كاستمر اكسبيرينس، ان المريض نشوف مشاكله ايه ونحلها. مش يعني اتعلمنا ان انا كنا فاكرين زمان، ويعني حاجه من الحاجات وده معظمنا كدكاتره كده يعني فاكرين ان الطب ده حاجه يونيك جدا، ده بينزل عليها الوحي. لما ابتدى الواحد يدرس بيزنس ويفهم لا هو قطاع خدمي، بس في حاجه سبيشال ان هو بيقدم خدمه طبيه أكيد. ولكن القطاع الخدمي برضو هو مبني مش على الاكسبرت اوبينيون او يعني الراي الخبير ولا على الجهاز الكويس، لا على راي العميل او راي المريض في اللي بيحصل. كل واحد فينا دكتور بيكون عنده في حياته نموذج كده ايدل بيبص عليه بيبقى هو ده اللي انا عايز ابقى زي دكتور شادي. كان في حد في حياته هدف عايز اوصل له، عايز اعديه؟ لو بتفكر في موضوع في حد ولا؟ بص هقول لك على حاجه، هو يعني كل مرحله عمريه في حياتنا بيبقى عندنا حلم عايزين نقدر ان احنا نوصل له. انا كان حلمي مش شخص ولكن منظومه. يعني انا ولحد دلوقتي يمكن زي ما قلت لك كده في مجموعتين كبار جدا في امريكا، واحده اسمها اسبن دنتل وواحده اسمها هارتلاند. دول هم دي اس اوز او دنتال سيرفيس اورجانيزيشن او مراكز اعاده تاهيل تخصصيه للاسنان. دول انا حطيتهم كتارجت ليا ان انا عايز ابقى زي دول. انا عايز اعمل حاجه زي دي في مصر. فده يمكن الحلم اللي جرينا فيه السنين اللي فاتت دي كلها، ولسه شغالين يعني لحد ما نطرحها في البورصه ان شاء الله. يا رب دايما يا رب باذن الله. هسال كم سؤال عايز منهم اجابه سريعه على شغل 18000 حاله في 16 سنه. لو سالتك بس عايز اجابه سريعه يا دكتور شادي، حاله ميؤوس منها ورفضتها مراكز تانية كتير بس انت دخلت وتحديت واشتغلت معاه، تفتكرها؟ هقول لك حاجه، ده طيب مش حاله بعينها. يعني ايه اكبر مشكله كانت بتقابلنا بسرعه جدا؟ حالات فقد عظام الفك. انت ما ينفعش تزرع وعظم من الحوض، والحل بتاعها كان بيبقى سخيف بالنسبه للناس. مش فكره فلوس بس، فكره ان انا اخد عظم من الحوض احطه في فكي كانت حاجه بالنسبه للناس ده. ان احنا ازاي نقدر نجيب التيتانيوم، وجبنا مكنه التيتانيوم، وازاي نزرع نحط التيتانيوم نعوض بيه العظم وعليه التركيبات. انا عايز اقول لك اتس فيري تاف. احنا خسرنا ملايين و3 سنين تجارب قبل ما نبتدي الكلام ده في بق العيانين، بس النهارده قدرنا نعالج ده من غير جراحه. حلو قوي. خفت وانت بتشتغل قبل كده على حاله في اي وقت، فنان، ممثل، لعيب كوره، اي حاجه، خفت من اي حلقه قبل ما تشتغل عليها؟ لا، حصل معايا موقف يضحك. اول ما خلصت دكتور علاج جذور رحت ولد دكتور واحد يعني ادلت مش صغير، كان ضرس عقل وقنوات بتاعته شكلها حرف اس وبتاع، وكنت سعيد جدا. قعدت اعمل فيها، كنت سعيد جدا جدا. بس طبعا مشكله حشو العصب ده بتبقى انت بتشتغل في اوضه ضلمه، محدش شايف حاجه، والمريض في الاخر مش شايف حاجه. بعد ما خلصت عارف بقى اللي هو ايه، انا يعني مستني بقى ان هو يحط لي نجم على اورتي. فلقيته بيقول لي دكتور انا عشان تعمل لي حشو، كان الكلام ده يعني ب10 قروش، تبوظ لي تيشيرت لاكوست ب100 قرش. فكان متضايق قوي ان وقع نقطه كلور على التيشيرت بتاعه واحنا بنعمل حشو العصب. فدي من الحاجات اللي كانت طريفه يعني في الكاستمر اكسبيرينس. دايما المريض عايز علاج كويس بس في نفس الوقت عايز التجربه العلاجيه تبقى ناجحه. اكيد طبعا، اكيد ملناش بركه الا تيشيرتات طب دكتور اخيرا بقى، الحكمه اللي بتحب تحطها قدامك كده وفي حياتك تمشي بيها معتمد عليها، هي دي اللي انا بعمل كل حاجه وانا متبعها، في حاجه كده؟ في حكمه، في مثل انجليزي يقول لك the eye does not see what the brain does not know. يعني ايه؟ يعني حضرتك ممكن تبقى شايف الحاجه قدامك والدكتور شايف الحاجه قدامه بس ما عندوش العلم الكافي ان هو يفهم دي ايه، فبالتالي هو كانه اعمى. فالشخص عمره ما هيقدر يشوف حاجه طالما هو ما عندوش المعلومه بتاعتها. فهو it's all based على science.